مبسوطه النهارده ان انا معايا النجمه الجميله واللي دايما طنتها منورانا على شاشه البغداديه، النجمه الجميله اميره هاني. اميره برحب بيكي ومنورانا. ميرسي جدا وميرسي لذوقك. معاكي النهارده في توزيع جوائز ساويرس للادب والفنون، وانتي حريصه كل مره ان انتي تكوني موجوده وتدعمي الشباب. كلميني النهارده عن مشاركتك في الاحتفاليه. ده حقيقي، انا كنت ببقى موجوده السنتين الاخرانيين دول، كنت حريصه فعلا لان انا ببقى مبسوطه لما بشوف مواهب جديده طالعه والكبار هم اللي بيتبنوهم بيسابورت ذم، فدي حاجه كويسه جدا. فببقى مبسوطه انا شايفاهم كمان فرحانين، يعني اللي هو اول مره يكتبوا وحصل لهم ان هم بياخدوا جوائز، فانا شايفه ان دي حاجه هايله ويا ريت نعملها كل سنه فعلا. يعني رغم برودة الجو، رغم الطقس البرد اللي احنا موجودين فيه، حريصه ان انتي تبقي موجوده معاهم وتشجعيهم. ده حقيقي، ده حقيقي. قولي لي، عايزين نعرف اخبارك في الفتره الجايه، خصوصا احنا عارفين ان انتي بتقدمي الجزء الثاني من مسلسل سلسله دم. ده حقيقي اللي هو خلفت فيه البيبي. لا ان شاء الله سلسله دم ده شهر مارس ان شاء الله على ام بي سي مصر، ورمضان لسه بقرا له كذا سكريبت كده، بس اول ما امضي على طول اما كونفيرم حاجه على طول هعلن عنها. سامعين ان سلسله دم في الجزء الثاني مختلف جدا عن الجزء الاولاني، يمكن في احداث واثاره اكتر كمان من الجزء الاولاني. كلميني ملامح شخصيتك هتتغير في ايه في الجزء الثاني؟ شخصيه مختلفه تماما، يعني ملهاش علاقه بالجزء الاولاني. الجزء الاولاني احنا كنا اطفال تقريبا، الجزء الثاني بقى لا لينا احداث وطار وفي شر شويه وفي يعني في مشاكل كده، بس مش هينفع احرق المسلسل. نقلك في الشخصيه خد منك وقت ومجهود قد ايه؟ لا خالص، قعدت شويه كده، لا قريت كذا مره، يعني قريت يعني 3-4 مرات عشان اعرف كل شويه اقول لا هعمل السكه كده، لا هعملها كده، وفي الاخر الحمد لله استقريت على حاجه وبدات فيها على بال ما اتعودت عليها يعني. بس الجداد اللي معاكم كممثلين، يمكن في كذا حد معاكم جديد في الجزء الثاني. للاسف لا، هم مش في اللوكيشنز يعني اللوكيشن بتاعنا اصلنا مدام عبله ورندا واستاذ هادي الجيار واستاذ رشوان توفيق، فهو محدود اللوكيشن بتاعنا، بس للاسف انا ما بقابلش ناس كتير في المسلسل. شايفه الجزء الثاني من مسلسل سلسله دم هيقدم اميره في ايه؟ هو هيكسر الدنيا ان شاء الله. اكتر من الجزء الاولاني، مع ان الجزء الاولاني نجح، بس ده ان شاء الله ينجح اكتر منه ان شاء الله. بعد سلسله دم مش محضره لنا حاجه في الفتره الجايه؟ ما هو رمضان بقرا كذا حاجه، وعلى اول ما استقر عليها هعلن عنها على طول. المسرح بقى، الناس بتسال اميره فين في المسرح؟ لا دلوقتي مش يعني مش هقدر اقدم مسرح، يعني انا بحب اركز في التصوير، ما بحبش يبقى ورايا حاجه بالليل واخلص بسرعه، لا بحب ابقى مركزه في الشخصيه اللي بقدمها. تحبي تقدمي الشخصيه كما يجب ان يكون. ده حقيقي. كلمه منك لكل جمهورك في العراق تقول لهم ايه؟ اقول لهم كل سنه وانتم طيبين وفي سلام وخير، وان شاء الله 2015 تبقى سنه سعيده عليكم. اميره هاني.